انا هشتغل بخيط مكرمية مصري سمك 3 ملي. هشتغله بإبرة رقم 5 مليمتر. تقدروا تشتغلوا بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه، وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها معاكم النهاردة. وتقدروا كمان تكبروا المقاسات أو تصغروها حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. هبدأ بسم الله. بعمل دايرة سحرية وهشتغل داخل الدايرة 6 غرز حشو. بعمل الدايرة السحرية بالطريقة دي كده، وبمسك طرف الخيط. شايفين؟ بحط طرف الخيط الطويل على القصير، القصير تحت اللي هو خيط البداية. كده انا عملت دايرة سحرية. بدخل بالإبرة بتاعتي داخل الدايرة وبسحب الخيط اللي انا هشتغل منه، وبطلع كده لفوق وبشتغل سلسلة، وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها. كده انا ربطت الدايرة بتاعتي. بسحب طرف الخيط بتاع البداية بطلعه فوق كده عشان تبقى الدايرة بتاعتي سهلة في القفل وفي الفتح. بوسع وبضيق بسهولة، وباخد معايا طرف الخيط بتاع البداية على الدايرة وبشتغل عليه 6 غرز حشو. غرزة الحشو بشتغلها ازاي؟ معايا لف على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع دي وبدخل في الدايرة، وباخد معايا طرف الخيط بتاع البداية يعني تحت طرفين من الخيط. بسحب الخيط، أصبح معايا حلقتين على الإبرة، 1 2. بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين. دي كده طريقة غرزة الحشو عشان الناس المبتدئين. كده أنا اشتغلت أول غرزة حشو داخل الدايرة السحرية. هشتغل كمان 5 عشان أكملهم 6 غرز حشو بنفس الطريقة. معايا لف على الإبرة، بدخل في الدايرة ومعايا طرف الخيط بتاع البداية وبسحب الخيط من تحتهم. أصبح معايا حلقتين على الإبرة، 1 2. بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين. كده 2 3 4 5 6. ده كده شكل غرزة الحشو. قبل ما اقفل الدايرة السحرية بعد الغرز بتاعتي عشان اتأكد من العدد. 1 2 3 4 5 6. بسحب طرف الخيط بتاع البداية وبقفل الدايرة كويس جدا. شايفين؟ بسحب الخيط بسهولة وبقفل الدايرة كويس جدا. كده انا اشتغلت اول سطر داخل الدايرة السحرية 6 غرز حشو. هبدأ السطر التاني. طبعا هشتغل بشكل حلزوني داير ما يدور من غير ما نقفل بمنزلقة. بشكل حلزوني يعني ايه؟ يعني ما بنقفلش السطر. بنخلص السطر الأول بنبدأ على طول السطر التاني مباشرة، مش هنقفل بمنزلقة ولا هنرتفع أي ارتفاعات. باخد معايا طرف الخيط بتاع البداية ده وبشتغل عليه السطر التاني عشان أثبته وأنضفه. لو مش عايزين تاخدوه معاكم بتسيبوه، بعد كده بتنضفوه بإبرة التنظيف في ظهر الشغل. أنا بحب أخده معايا. كده أنا اشتغلت 6 غرز حشو في أول سطر. هبدأ السطر التاني، بدخل مباشرة في أول غرزة تحت الحلقتين يعني تحت حرف الفي هنا كده. اوضح لكم كده اكتر. عندي كده راس الغرزة دي غرزة الحشو، وراس الغرزة بيبقى حرف في او رقم 7 كده، طرفين من الخيط الامامي اللي قدامي والخلفي اللي ورا. ده بنسميه راس الغرزة حرف الفي. هبدأ اشتغل تحت الحلقتين يعني تحت حرف الفي في الغرزة كلها. معايا لف على الابرة، بدخل في اول غرزة تحت الحلقتين يعني تحت حرف الفي كده، وباخد طرف الخيط ده كده وبشتغل عليه. بسحب الخيط من تحت طرف الخيط بتاع البداية ومن تحت الغرزة. أصبح معايا حلقتين على الإبرة. بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين. ودي كده أول غرزة حشو في السطر التاني. بحط فيها علامة عشان أبدأ، عشان أعرف بداية السطر ونهايته. في السطر التاني هشتغل تزايد في كل الغرز. يعني إيه تزايد؟ يعني بشتغل في كل غرزة غرزتين مع بعض، اسمه تزايد زوجي. يعني كل غرزة بشتغل فيها غرزتين. كده أنا اشتغلت أول غرزة، بشتغل معاها في نفس المكان الغرزة التانية. بعد كده بروح على الغرزة التانية وبشتغل برضو بنفس الطريقة غرزتين حشو مع بعض في الغرزة كلها تحت حرف الفي يعني تحت الحلقتين، ومعايا طرف الخيط بتاع البداية. كده أول غرزة، الغرزة التانية. بروح على الغرزة التالتة بنفس الطريقة بشتغل غرزتين في نفس الغرزة يعني بعمل تزايد. كل ما بشتغل عدد من الغرز بسحب طرف الخيط ده عشان أريحه تحت الشغل بتاعي. بشتغل غرزتين، 1 2.
كده انا اشتغلت على 3 غرز من ال6، فاضل عندي 3. بكمل لحد ما اوصل اخر السطر هنا عند العلامة. كل غرزة بشتغل فيها تزايد زوجي، يعني غرزتين مع بعض. وصلت كده اخر غرزة من ال6، هشتغل فيها اخر تزايد، غرزتين، 1 2. كده انا خلصت السطر التاني، اشتغلت 12 غرزة حشو. اشتغلت على ال6 اللي كانوا معايا في السطر الاول 12 غرزة، يعني في كل غرزة غرزتين مع بعض. هيبقى الشكل كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقص طرف الخيط ده او باخده معايا بكمل عليه شغل عشان انضفه كله. هبدأ السطر التالت، هشتغل برضو في السطر التالت تزايد زوجي في كل الغرز، يعني بشتغل في كل غرزة غرزتين مع بعض بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها السطر التاني. بشيل العلامة من اول غرزة وبدخل في الغرزة كلها تحت الحلقتين، يعني تحت حرف الفي، وبشتغل غرزتين حشو، 1 2. بحط العلامة في الغرزة الأولى زي ما اتفقنا، بنقلها معايا في كل السطور عشان أعرف بداية السطر ونهايته. بعد كده بشتغل في كل غرزة من ال12 غرزة غرزتين حشو مع بعض زي ما اتفقنا. بنعمل تزايد في كل الغرز في السطر التالت. دي الغرزة التانية اشتغلت فيها غرزتين. الغرزة التالتة بشتغل فيها غرزتين. كده انا نضفت خيط البداية كله وثبته. بكمل بقى بنفس الطريقة، بشتغل في كل غرزة غرزتين مع بعض لحد ما اوصل اخر السطر عند العلامة. انا كده وصلت اخر غرزة في السطر، هشتغل فيها اخر تزايد، يعني بشتغل غرزتين مع بعض، ودول اخر غرزتين في السطر التالت. كده انا خلصت السطر التالت، اشتغلت تزايد في كل الغرز. عدد الغرز اللي اشتغلتها 24 غرزة حشو. يبقى انا كده اشتغلت في السطر الاول 6، في السطر التاني 12 غرزة، في السطر التالت 24 غرزة. تمام. بعد كده هبدأ السطر الرابع. بداية من السطر الرابع هشتغل سطر ثبات من غير تزايد، والسطر اللي بعده بعمل فيه تزايد. كده انا اشتغلت 3 سطور. هبدأ السطر الرابع هشتغله من غير تزايد، يعني بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة على ال 24 غرزة اللي معايا. بشيل العلامة من الغرزة الأولى وبدخل وبشتغل أول غرزة في السطر الرابع، بحط فيها العلامة وبكمل بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة تحت الحلقتين لحد ما اوصل آخر السطر الرابع. كده انا وصلت اخر السطر الرابع واشتغلت اخر غرزة حشو. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. اشتغلت في السطر الرابع زي ما اتفقنا 24 غرزة، يعني في كل غرزة غرزة واحدة من غير اي تزايد. بعد كده هبدأ السطر الخامس وهعمل فيه تزايد. بشتغل غرزة تزايد وغرزة فردي. يعني ايه تزايد؟ زي ما عرفنا يعني بشتغل في الغرزة غرزتين مع بعض، وغرزة فردي يعني بشتغل في الغرزة غرزة واحدة. هشتغل تزايد وفردي تزايد وفردي وبكرر لحد ما اوصل لاخر السطر الخامس. بشيل العلامة من الغرزة الأولى وبشتغل مكانها أول تزايد في السطر الخامس، يعني غرزتين مع بعض، 1 2، وبحط العلامة في الغرزة الأولى. بعد كده الغرزة التانية بشتغل فيها فردي يعني غرزة واحدة. الغرزة التالتة بشتغل تزايد يعني غرزتين مع بعض، 1 2. الغرزة الرابعة بشتغل فردي يعني غرزة واحدة.
وهكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل اخر السطر الرابع. بشتغل غرزة تزايد وغرزة فردي وغرزة تزايد وغرزة فردي لحد ما اوصل هنا اخر السطر عند العلامة. انا كده وصلت اخر السطر الخامس. هشتغل اخر غرزة فردي يعني غرزة واحدة. كده انا خلصت السطر الخامس. اشتغلت 36 غرزة حشو، زودت 12 غرزة. بعد كده هبدأ السطر السادس. هشتغل ثبات. يعني ايه ثبات؟ يعني بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة من غير اي تزايد. هشتغل ثبات على ال36 غرزة، في كل غرزة غرزة واحدة. بشيل العلامة من الغرزة الأولى وهبدأ السطر السادس. بشتغل أول غرزة وبحط فيها العلامة. الغرزة التانية، الغرزة التالتة. هكرر كده بنفس الطريقة في كل غرزة. بشتغل غرزة واحدة تحت الحلقتين لحد ما اوصل آخر السطر السادس هنا. انا كده وصلت اخر السطر السادس واشتغلت اخر غرزة حشو. بقى الشكل زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبدأ السطر السابع هعمل فيه تزايد، بس بزود عدد الغرز الفردي. يعني هشتغل تزايد واتنين فردي، تزايد واتنين فردي، وبكرر لحد ما اوصل لاخر السطر. بشيل العلامة من الغرزة الاولى وهبدأ اشتغل اول تزايد في السطر السابع، غرزتين مع بعض في نفس الغرزة، وبحط العلامة في الغرزة الاولى. بعد كده هشتغل غرزتين فردي، يعني في كل غرزة غرزة واحدة. كده انا اشتغلت اول تزايد في السطر السابع. هكرر بقى التزايد ده لحد ما اوصل اخر السطر. الغرزة دي بشتغل فيها تزايد، يعني اتنين مع بعض، واحد اتنين، وبعد كده بشتغل اتنين فردي. التزايد اللي بعد كده هنشتغله في السطر التاسع، بنزود غرزة فردي، يعني هشتغل تزايد وتلاتة فردي. هكرر بنفس الطريقة تزايد واتنين فردي لحد ما اوصل اخر السطر السابع. انا كده وصلت اخر السطر السابع واشتغلت اخر غرزة فردي. عدد الغرز اللي اشتغلتها في السطر السابع 48 غرزة حشو. عملت تزايد 12 مرة، يعني زودت 12 غرزة. بقى الشكل زي ما انتوا شايفين. نخلي بالنا لو بدأنا السطر بزوجي او تزايد لازم ننهي السطر بفردي، والعكس لو بدأنا بفردي لازم اخر غرزة تكون زوجي او تزايد. بعد كده هبدأ اشتغل السطر الثامن. هشتغله من غير تزايد، يعني في كل غرزة غرزة واحدة على ال 48 غرزة. بشيل العلامة من الغرزة الأولى وبشتغل أول غرزة في السطر الثامن وبحط فيها العلامة. وبعد كده بكمل بنفس الطريقة في كل غرزة غرزة واحدة. هكمل كده بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل اخر السطر هنا عند العلامة. انا كده وصلت اخر السطر الثامن واشتغلت اخر غرزة. بقى الشكل زي ما انتوا شايفين. انا هكتفي بالثمان سطور وهشرح لكم ازاي تكبروا المقاسات. كده انا اشتغلت 8 سطور في الدايرة، وشكل الدايرة مستدير زي ما انتوا شايفين، ما فيهاش اي تضلعات، بالطريقة اللي اشتغلنا بيها زي ما شفنا من خلال الشرح. لو حابين تكبروا المقاسات هتشتغلوا السطر التاسع هتعملوا فيه تزايد. هنشتغل في التاسع تزايد وتلاتة فردي، ونكرر لحد ما نوصل اخر السطر التاسع. هنزود 12 غرزة، يعني هنعمل تزايد 12 مرة. بعد كده السطر العاشر هنشتغله ثبات. يعني ايه ثبات؟ زي ما عرفنا، يعني بنشتغل في كل غرزة غرزة واحدة. هيبقى معايا نفس العدد اللي كان معايا في السطر التاسع. بعد كده في السطر رقم 11 هعمل تزايد وأربعة فردي، وهكرر 12 مرة، يعني هزود 12 غرزة. بعد كده السطر رقم 12 هيبقى ثبات على نفس العدد اللي كان معايا في السطر رقم 11، يعني هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة.
بعد كده السطر رقم 13 هعمل فيه تزايد و5 فردي وهكرر 12 مرة. وبعد كده السطر رقم 14 هيبقى ثبات على نفس العدد بتاع السطر رقم 13 وهكذا. يعني انا كده بشتغل في السطور الفردية تزايد، والسطور الزوجية بشتغلها ثبات من غير تزايد على نفس العدد اللي كان معايا في السطر الفردي اللي قبله. كده انا اشتغلت في الدايرة السحرية اول سطر 6 غرز حشو. السطر التاني عملت تزايد في كل الغرز، يعني اشتغلت 12 غرزة حشو. السطر التالت عملت تزايد في كل الغرز، يعني اشتغلت 24 غرزة حشو. السطر الرابع اشتغلته ثبات على نفس العدد اللي كان معايا في السطر التالت، يعني اشتغلت برضو 24 غرزة. بدأت من السطر الخامس عملت تزايد وفردي تزايد وفردي وكررت 12 مرة، يعني زودت 12 غرزة. 12 غرزة على 24 يعني 36 غرزة. السطر السادس اشتغلته ثبات على نفس العدد بتاع السطر الخامس، يعني اشتغلت برضو 36 غرزة. في السطر السابع عملت تزايد و2 فردي وكررت 12 مرة، يعني زودت 12 غرزة، أصبح العدد معايا 48 غرزة. في السطر الثامن اشتغلت ثبات على نفس العدد بتاع السطر السابع، يعني اشتغلت برضو 48 غرزة. وشرحت لكم ازاي تكبروا المقاسات. الطريقة سهلة جدا ما فيهاش أي صعوبة. طيب احنا لو حابين نقفل الدايرة بتاعتنا وهنقص الخيط، هنقص الخيط ازاي؟ هقول لكم بس مقاس الدايرة اللي انا اشتغلتها اللي هم 8 سطور، مقاسهم 17 سنتي بالظبط. لو المقاس ده مناسب ليكوا هتشتغلوا 8 سطور بس، ولو حابين تكبروا هتكبروا، لو حابين تصغروا بتقفوا عند اي سطر من السطور اللي احنا اشتغلناها حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. لو هتكملوا شغل بالخيط مش هنقصه، لو حابين تقصوا الخيط وتقفلوا الشغل بتاعكم بنقص الخيط. طبعا انا مش هقصه عشان عايزه استعمله في حاجه تانية. باقي معايا جزء صغير كده تقريبا 2 متر من الخيط، فانا بسحب الخيط سواء قصيت الخيط او ما قصيتهوش، بسحبه من اخر غرزه، من اخر غرزه حشو من منتصف حرف الفي. لو هتقصوا الخيط بتقصوه بتسيبوا حوالي 20 سنتي من الخيط وبتسحبوه بنفس الطريقه. مش هتقصوا الخيط بتكملوا شغل عادي خالص. كده انا سحبت الخيط من اخر غرزه، بشيل العلامه من الغرزه الاولى وبروح على الغرزه التانية، بفوت الغرزه الاولى وبروح على الغرزه التانية وبسحب الخيط من تحت الحلقتين، يعني من تحت حرف الفي، بعد دي ناحيه الامام او ناحيه الخلف. وبعد كده برجع للغرزة الأخيرة اللي أنا سحبت الخيط منها بعد ما قصيته، وبدخل كده من ورا. عندي حلقات صغيرة كده بتبقى خلف غرزة الحشو، بدخل في الحلقة اللي هي خلف غرزة الحشو، الحلقة الصغيرة ومع الحلقة الخلفية بتاعت غرزة الحشو الأخيرة، بطلع بالإبرة بتاعتي من منتصف حرف الفي بتاع آخر غرزة اللي أنا سحبت الخيط منها بعد ما قصيته، وبسحب طرف الخيط بعديه ناحية الخلف. طبعا انتوا هتقصوا الخيط هتسيبوا بس حوالي 20 سنتي عشان التقفيل والتظبيط بتاع الدايرة، هتبقى مسافة صغيرة عن كده. كده انا سحبت الخيط، بظبط بقى الغرزة بتاعتي كده، بسحب كويس كده. انا وصلت الغرز كلها ببعضها وقفلت السطر كأني مفيش قفلات عندي خالص، كل الغرز شبه بعضها شبه حرف الفي. بعد كده بقص الخيط بنضفه كده تحت الغرز بإبرة التنظيف وبقص الجزء الزيادة. طبعا انا مش هقص زي ما قلت لكم عشان بستعمل الخيط ده في حاجة تانية. كده انا اشتغلت الدايرة بغرزة الحشو العادية خالص، والشغل كان حلزوني يعني ما قفلناش بمنزلقة ولا ارتفعنا اي ارتفاعات، والشغل كان حلزوني يعني اشتغلنا داير ما يدور من غير ما نقفل بمنزلقة. ده كده شكل الدايرة عشان الناس المبتدئين. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشتغل لكم الدايرة برضو، بس طريقة القفلة هتكون مختلفة شوية. هعمل لكم الدايرة باكتر من طريقة للقفلة بتاعت السطر، عشان لو مش حابين الطريقة دي تقدروا تشتغلوا بطريقة تانية، ولو الطريقة دي صعبة عليكم تقدروا برضو تشتغلوا بطريقة اسهل ليكم. الدايرة ليها اكتر من طريقة في قفلة السطر. كده احنا ما قفلناش، اشتغلنا حلزوني. في طريقة تانية بنقفل بمنزلقة، في طريقة تالتة بنسحب الخيط من اول غرزة من غير ما نعدي، من غير ما نقص الخيط او نقفل بمنزلقة، وفي طريقة كمان رابعة. احنا كده اشتغلنا اول طريقة. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هعمل لكم الطرق التانية عشان اسهل طريقة تقدروا تشتغلوا بيها. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الفيديو، بتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل
عشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله. وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.